السلام عليكم، مساء الخير. انا تعلمت المشي، ابى اقعد اسولف عليكم كل ليله، لان الواحد لحاله ما عنده احد يسولف معه ولا احد يشغله وياخذ الاستناء. يقولون فيه واحد شاف له بنت جميله حلوه وحبها وعشقها، وقرر انه ياخذها بالحلال ويتزوجها، يخطبها من ابوها وياخذها ويعيش معها على طول. لكن قبل ما يقرر انه يروح لابوها ويخطب، قال لازم يسأل عنها. والمواضيع اللي مثل هذه تحتاج تأني وسؤال، يطمن الواحد، يسأل عنها ويسأل عن أهلها. سأل، راح في الحارة حقتهم على أطراف الحارة وبدأ يسأل عنها ويسأل هاك الناس. قالوا له انتبه، انت ما لقيت الا هذه، اتركها، هذه سمعتها سيئة، ولا هي صاحبة بيت، وابوها بطال وهي بطالة هنحش، انت ما لقيت الا هي. المهم وهو ينصدم صدمة العمر. تعرفون القلب إذا كان يبي حاجة وجرت المقادير عكس الحاجة اللي يبغيها يتعذب. لكن برضه ما بينشب نفسه في حياة تتعبه بعدين، إنسانة الناس سبوها ولا مدحوها له ويروح ينشب نفسه. هذه حياة ما هي لعب. طلع من الحارة وهو ضايق. وتعرفون الإنسان سبحان الله إذا مر به موقف ولا حزن ولا تعب، حتى يمكن تلقاه يسولف مع نفسه، يهوج يستكثر هواجيسه وهو طالع يسولف مع نفسه وزعلان ومقهور. ويقابله هاك الشايب عمره 75 سنة وإمام مسجد وطالع من مسجده على عصاه، ويقابله ويشوف الرجال هذا اللي هو يفكر ويسولف مع نفسه. قال تعال يا ولدي، وش فيك مهموم وتكلم مع نفسك؟ قال والله يا عم إني حزين وإني ضايق. قال ليه؟ سلامات. قال والله هذا علمي وهذا علمي، وشفت لي بنت وعجبتني وحبيتها وبغيت ارتبط فيها على سنة الله ورسوله، وسألت عنها ناس من جيرانهم وقالوا انحش وابعد عنها، سمعتها سيئة، وعددوا لي عيوبها كل ابوها. قال الشايب هذا ب75 الإمام، قال كل العيوب هذه عددوها لك؟ قال كل العيوب هذه عددوها لي، عيوب سألتهم عنها وعيوب ما سألتهم عنها، عددوا لي هالعيوب كل ابوها فيها ولا تنقرب، معني والله اني حبيتها وحبيت ابوها وانا اعرفهم من اول، لكن ما توقعت انهم سيئين لهالدرجة. قال الشايب شايب طالع من المسجد ولا يعرف الرجال هذا. قال له اقول لك وانا عمك، وش رايك اعطيك واحدة من بناتي؟ انا عندي 3 بنات وكل واحدة احسن من الثانية، ابي اجوزك، ما دام انك حزين ودك تزوج ودك تحصن نفسك، انا بعطيك واحدة من بناتي. لكن قبل ما اعطيك واحدة من بناتي ابك تروح تسأل عنهم. انا والله ما بنشب معك بكرة، يمكن ما يناسبونك، اسأل عنهم الناس اللي حوالينا، واذا مدحوهم لك تعال تنقل اي واحد من بناتي تعجبك خذها، تراها حلالك. قال الرجال تم، امام مسجد وشايب وعاقل اكيد انه ما بيغشه، وقال له اسأل، اعطاها الضوء الاخضر. ومصدوم، حبيبته اللي يحبها سبوها له الناس ولا مدحوها. قال ابشر، لا والله بسأل، قبل ما اخذ من عندك بسأل. قال ايوه اسأل من حقك. والله هو يروح لمن البكرة ويروح في اطراف الحارة اللي ساكن فيها المطوع الشايب هذا ويسأل، يلقى له هاك الناس يسألهم. قال بنات الشايب الفلاني امام المسجد كيف، انا والله بتزوج منهم ودي اني اسأل عنهم، وش اخلاقهم وش علومهم، زينات ما هم زينات، يتعلم يعني. قالوا له انتبه، انت ما لقيت الا بنات المطوع، يا شين سمعتهم ولا ينقربون ولا هم اصحاب بيوت ولا يعرفون ولا يسوون ولا وكثيرات كلام، والله ان قربتهم انك ما تشوف خير مرة. قال كل هالصفات السيئة فيهم ولا يعلمني الشايب. قالوا ما شفت شيء. والله هو يحقد على الشايب حقد، ويجي من البكرة يبي يتكلم على الشايب. والله هو يدخل عليه المسجد ويصلي معه صلاة من الصلوات، هو إمام مسجد الشايب. ويوم سلم والشايب يجي، قال ها وانا عمك سألت عني؟ قال سألت وليتني ما سألت، انت تبي تغشني ببناتك؟ قال وش قالوا لك الناس؟ قالوا انهم اخس بنات، وان سمعتهم ما هي زينة، وانهم ما يعرفون يشتغلون في البيت، وانهم ما هم زينات، وانت تبي تغشني عشان شايفني في حاجة ومقهور. قال سم بالرحمن وانا عمك، تعال قم معي. قال وانا اقوم معك. قال مشوار بسيط،
قال فارقني ما عاد ابغى ولا بنت من بناتك. قال انت بس هي معي. والله هو ياخذه ويقوده بيده، ماسكه بيده اليمين وياخذه لين دخله بيته، بيت المطوع، والرجال معه. قال وين مديني؟ قال بدخلك بيتي. قال ما بتزوج من عندك. قال سم الرحمن. وياخذه ويدخله البيت. يوم دخله البيت وهذا الشيبه ما عنده الا كهله حرمته زوجته. قال شفت هذه؟ قال ها. قال هذه زوجتي، وانا ما عندي لا بنات ولا غيرهم، انا ما الله رزقني بعيال. قال والناس اللي يقولون بناتك ما هم زينات ولا يصلحون. قال هذا كلام الناس، كلام الناس، وانا عمك. وهو فعلا سبحان الله ترى الانسان ما ينسأل عن الانسان دايم ويتصدق، لان الناس لهم معايير ويقيمون الناس بناء على اما حسد ولا كره ولا مزاج ولا فلسفه زايده. لا تاخذ من الناس اللي تشوف بعينك. وانا والله لا عندي بنات، هذا المطوع يقول والله لا عندي بنات ولا شيء. فعود على حبيبتك وخذها وتوكل على الله. عود الرجال وهو ياخذ البنت. قعدت معه البنت فتره. الرجال فقير معدم، ما عنده ولا حاجه، ما يوكل زوجته هذه اللي اخذها وسال عنها وقالوا هذه ما تصلح ولا هذا، ما يوكلها الا زيتون وخبز، زيتون وخبز، زيتون وخبز، ما عنده الا هذا الاكل يوكلها الحرمه المسكينه. ويوم من الايام وتروح لاهلها وتجي. ليله من الليالي راحت لاهلها وباتت عندهم. جابها ابوها من البكره لرجالها هذا. والله يوم دخلها عليها البيت قال لي وانا عمك انت ما سويت خير في بنتي. قال ليه؟ قال ما توكل لها الا لحم لحم لحم، كل ليله لحم، كل ليله لحم. ذبحت البنت، والله انها ما ذاقته عندنا البارح اللحم، تقول انا طفشانه من اللحم، كل ليله رجال يجيب لي لحم، وانا عمك اللحم كثره ما هو زين خفه. وهو يفتح فمه يتذكر اخر مره جاب لحم لحرمته هذه قبل 5 أشهر، قبل 6 أشهر. وعمي وش يخليه يقول الكلام هذا؟ هل انه يدقني بالكلام؟ ما قال ولا كلمه، فاتح فمه. الرجال حط بنته عند رجالها وعود. قال يا بنت انت وش الكلام هذا اللي يقوله ابوكي؟ يتريق علي ولا؟ قالت لا والله، بس انا البارح يوم جابوا لي لحم خفت اني اكل وكثر فيه، يقولون رجالها ما يجيب لها لحم. والله ما ذقته معها. قلت احنا كل ليله ناكل لحم، وانما هم كان عندكم زيتون وعيش جيبوه لي. وجابوا لي زيتون وعيش كم اللي دايم ناكلها انا وياك، واكلت معهم. وسبحان الله حبت تحسن صورته عند اهلها، ما يقولون انها اخذت رجال بخيل. لو انه غيرها يعني بعض الناس وقليلهم الحمد لله كان يمديها قالت جوعني ما سوى فيها خير ولا يجيب لي ولا يوديني، اصيله. فهذه البنت سبحان الله اللي بغى يردونها عنها الناس يوم اخذ رايهم فيها. راي الناس مهم لكن ما هو دايم يتصدقون. اسمع باذنك وشوف بعينك وفكر بعقلك قبل ما تاخذ راي الناس. وسلامتكم. هالقصه اللي حبيت اني اسولف لكم فيها الليله ونمشي وانا وصلت. وسلامتكم.